بعد 5 سنوات أدار فيها الحكومة المغربية تحت أنظار الشارع وأحزاب المعارضة، يقف حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية على محك تقييم قبيل الانتخابات العامة يوم 7 أكتوبر المقبل. البعض يرى أن شعارات الحزب التي وصل عبرها للسلطة بقيت حبرا على ورق، في حين يجد فريق آخر مبررات وأسبابا لعجز الحزب عن تحقيق أهدافه. فهل أخفق الحزب فعلا في إدارة أول حكومة مغربية بعد الربيع العربي، أم أنه أحسن إدارة الشأن العام في إطار الممكن والمتاح؟ نتابع تقرير ثم نبدأ النقاش. قسم السجال السياسي الشارع المغربي إلى مؤيد ومنتقد لتجربة حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود أول حكومة مغربية جاءت بعد الدستور الجديد. فالمنتقدون لأداء حزب العدالة والتنمية يتهمونه بالفشل في محاربة الفساد الذي كان المحور الأساسي للإصلاحات التي وعد بها، خاصة عدم تفعيل المتابعة القضائية للمتورطين في الفساد وتنازل رئيس الحكومة على كثير من صلاحياته الدستورية. هناك صعوبة في التوفيق بين إيديولوجية عبد الإله بن كيران وبين المشاريع التي تم الإعلان عنها في البرنامج الحكومي، وهو ما أعطى انطباعا بأنه غير إيجابي بالنسبة للطبقة المتوسطة. المؤيدون لهذا الحزب الإسلامي يرون أن حصيلته وهو على رأس الحكومة كانت إيجابية، خاصة في شقها الاجتماعي، إضافة إلى الإصلاحات الجوهرية التي باشرها في عدد من القطاعات، والتي وإن كانت على حساب شعبيته إلا أنها مكنت من تجاوز ما أسموها بالسكتة القلبية التي كانت تهدد صناديق التقاعد والمقاصة. هي حصيلة حقيقية باعتبار أنها عالجت اختلالات كبرى على المستوى الاقتصادي، استعادة ديال التوازنات الماكرو اقتصادية، الإصلاح ديال الأنظمة ديال التقاعد، الإصلاح ديال المكتب الوطني للماء والكهرباء، وكذلك التجديد ديال النمو والتجديد ديال النموذج الاقتصادي من خلال إطلاق التنمية الصناعية. على المستوى الاجتماعي تم الاهتمام بمجموعة من الفئات لأول مرة، الفئة ديال الأرامل، الفئة ديال المطلقات. ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية تتزايد الاحتجاجات التي تقودها المركزية النقابية المحسوبة على أحزاب المعارضة بشوارع الرباط ضد حزب العدالة والتنمية للضغط على الحكومة وإرغامها على التراجع عن بعض القرارات، خاصة منها ذات الطابع الاجتماعي، احتجاجات قد تعكس نفسها على صناديق الاقتراع في الانتخابات القادمة. وبغض النظر عن هذا السجال السياسي، فإن تجربة حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم بالمغرب تبقى التجربة الوحيدة للإسلاميين في العالم العربي التي أكملت ولايتها في انتظار ما ستسفر عنه صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية المرتقبة. كريم القرقوري، تلفزيون الغد، الرباط. نبدأ النقاش وأرحب بضيوفي من مدينة الرباط، الكاتب والصحفي سيد حميد المهداوي، أهلا بك. كما أرحب أيضا من لندن بالخبير في الشأن المغاربي سيد جمال الطالب، أهلا بك. كما أرحب أيضا معنا عبر الهاتف من الرباط النائب عن حزب العدالة والتنمية سيد عبد العزيز أفتاتي، أهلا بكم ضيوفي الكرام. أبدأ مع سيد حميد المهداوي من الرباط. بداية سيد حميد، كيف تقيم تجربة حزب العدالة والتنمية الحاكم بعد 5 سنوات من رئاسته للحكومة؟ أولا السلام عليكم. وأود في بداية يعني هذه الحلقة أود في بداية هذه الحلقة أن أشكركم على إتاحة هذه الفرصة وعلى رفع الحصار علينا وعلى موقعنا، يعني موقع بديل. يعني نحن تعرضنا ل4 محاكمات والعديد من المضايقات وحوصرنا، وكان هناك تعتيم مؤسف يعني من طرف الفضائيات الدولية والعربية على قضيتنا، وبالتالي لابد هنا أن أتقدم بالشكر لقناتكم وأتمنى لكم مزيد من التوفيق. بالنسبة لحكومة عبد الإله بن كيران، أولا قبل الخوض في حصيلة الحكومة وإيجابيتها لابد أولا من وضع النقط على الحروف حتى لا نبيع الوهم، يعني سواء للداخل أو للخارج. في المغرب يعني لا يمكن الحديث عن حكومة يعني بمفهومها الأصيل وكما متعارف عليها ديمقراطيا وفي الدول الديمقراطية. في المغرب يعني لا زلنا نعيش في ظل ملكية تنفيذية،
وهامش تحرك الحكومة هو يعني هامش ضئيل وضئيل جدا، يعني حتى لا نحملها أكثر من حجمها. طيب ولكن ما يعاب على هذه سيد حميد، لضيق الوقت موضوعنا هو ليس الملك، موضوعنا هو حزب العدالة والتنمية والحكومة برئاسته. لو سمحت، هل لك باختصار أن تقيم عمل الحكومة برئاسة حزب العدالة والتنمية؟ لا يمكن تقييم يعني الحكومة دون وضعها في إطارها، يعني الدستوري وفي إطارها، يعني الحكومي وفي إطار يعني حجم الصلاحيات المتاحة له. تفضل. طيب أنا كنت ملزم حتى أضع الحكومة في هذا الإطار. حكومة عبد الإله بالكيران هي لا تختلف عن كل الحكومات السابقة، وإن كانت هذه الحكومات قد تميزت يعني بنوع من يعني بعض الأشياء التي لم يعتدها المغاربة. كانت هناك انزلاقات أخلاقية، كان هناك هجوم، كان هناك خدش لحياء من طرف رئيس الحكومة في عدد من المحطات، ويمكن لكم النقر في اليوتيوب عن هذه المحطات. ولكن بالمجمل من حيث حصيلتها هذه الحكومة لم تمس يعني الإصلاحات الكبرى التي ينتظرها المغاربة، الإصلاحات على مستوى قانون الضرائب، إصلاحات على مستوى يعني صندوق التقاعد. أنتم ربما تابعتم في المغرب رد الفعل يعني الموظفين والشعبي من هذا الإصلاح. كذلك على مستوى القضاء كانت هناك مجزرة في حق قضاة ديال الرأي، كانت هناك مجزرة في حق الصحافة المستقلة، كانت هناك مجزرة وفي سابقة في المغرب في حق رجال التعليم، وأسيلت دماء الأساتذة ورجال التعليم في سابقة أمام البرلمان. كانت هناك سابقة في حق حقوق مشروعة يكفلها الدستور كالاحتجاج والإضراب، وكانت هناك اقتطاعات ظالمة وتعسفية ضد كل يعني المضربين. كانت هناك كذلك يعني نعم. طيب، يعني فيما يتعلق بهذه الملاحظات المتعلقة بالإصلاحات، اسمح لي أستضيف معنا سيد عبد العزيز أفتاتي من الرباط. أهلا بك من جديد سيد عبد العزيز، وهو النائب عن حزب العدالة والتنمية. سيد عبد العزيز، يعني حزب العدالة والتنمية حمل خطابا على مدار 17 عاما، خطابا ورديا وعد به بتقديم الإصلاح ومحاربة الفساد، ولكنه لم يجسد هذا الخطاب على أرض الواقع. ما سبب إخفاق الحكومة المغربية برئاسة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تحقيق هذه الوعود بالإصلاح ومحاربة الفساد؟ يبدو أن فقدنا الاتصال مع سيد عبد العزيز أفتاتي. أتحول الآن إلى ضيفنا من لندن سيد جمال طالب. يعني برأيك سيد جمال، يعني لماذا لم يستطع تحقيق الوعود حزب العدالة والتنمية الحاكم، تحقيق الوعود التي وعد بها بالإصلاح ومحاربة الفساد؟ ربما من الصعب حتى استعمال مصطلح الحزب الحاكم. ربما حزب الأغلبية هو التعبير الأدق، لأنه تبقى الحكم في المغرب يبقى مثل ما أشار الضيف الأول، ربما لتأطير النقاش تبقى ملكية تنفيذية. يعني يبدو من الصعب كذلك إطلاق الحكم نهائي مطلق، أنه لم يقدم الحزب يعني ما كان يعد به، أو ما التمنيات التي كان يحملها. طبعا في وجود دولة عميقة داخل المغرب يعني تتحكم في البيروقراطية والإدارة، وفي النهاية هذا الحزب يتحرك، وإن كان يشكل الحكومة الغالبية من الحكومة بالتشارك مع أحزاب أخرى. من تقصد هنا بالدولة العميقة التي تحول دون إتمام هذه المهام من قبل الحكومة؟ دولة عميقة مرتبطة ليس بالضرورة بالملكية، مرتبطة بمصالح، بنفوذ أشخاص، بلوبيات لا تريد أن تتزعزع مصالحها. لاحظنا مثلا حملات فيها من الإدانة فعلا، ربما من الجانب الأخلاقي لخطاب الحزب، حزب العدالة والتنمية، وخاصة ربما ذراعه الدعائي الدعوي بالأحرى مثلا. ولكن هناك حقيقة كذلك، هناك جهات ربما مهما كانت الحكومة. لا ننسى أن اليساريين شكلوا حكومة، حزب الاتحاد الاشتراكي في المغرب شكل حكومة، ولكن بقيت لوبيات، بقيت
دولة عميقة تتشابك مصالحها، أحيانا تصل إلى المؤسسة الحاكمة الفعلية في المغرب، وهناك أيضا بيروقراطية، هناك مصالح اقتصادية، هناك لوبيات لا تريد أن يحدث تغيير لها، امتيازات. يعني اتضحت الصورة سيد جمال، يعني في هذه النقطة أصبح جاهز معنا من جديد سيد عبد العزيز أفتاتي. أرجو أن تسمعني الآن سيد عبد العزيز. يعني دائما ما يتم الحديث عن أن هنالك دولة عميقة هي التي تحول دون قدرة الحكومة برئاسة الأغلبية طبعا حزب العدالة والتنمية من ممارسة ما قدمته من وعود للشعب المغربي بالإصلاحات ومحاربة الفساد. ولكن الدستور الجديد أعطى صلاحيات كاملة لرئيس الحكومة عبد الإله بن كيران لم يسبق أن يتم إعطائها لحكومات سابقة. ألا يعطي ذلك الصلاحيات للحكومة لممارسة مثل هذه الوعود التي قدمتها؟ كما قلت، لا أدري هل سمعتم يعني مداخلتي الأولى، ولكن بخصوص حتى نستمر وأتفاعل مع الأخ الذي سبقني، هو قضية الدولة العميقة. هذا تعبير عن جهات نافذة في الدولة، وقد كانت منذ القدم، ولكن هي لا تفعل ما تشاء، لأن هنالك صراع مرير اليوم يعني في المغرب. هنالك قوات إصلاحية يعني تتشكل من فعاليات، بما في ذلك فعاليات حزبية، وهي تكافح من أجل أن ننجز الانتقال الديمقراطي. واليوم في المغرب بالطبع أنتم تعلمون بأننا نتحرك في وضعية إقليمية وفي وضعية دقيقة جدا، بحيث أن هنالك دول أصبحت في مهب الريح، وهنالك تجارب أصبحت في مهب الريح. يعني لم أفهم سيد عبد العزيز، من تقصد بهذه الجهات التي تحول دون قدرة الحكومة على ممارسة هذه الوعود؟ لنكون واضحين تحديدا، من هي تلك الجهات؟ يا أستاذة، التجارب الانتقالية كلها يعني شهدت هكذا محاولات نكوصية، سواء كانت دول اليوم انتقلت إلى مصف التجارب الديمقراطية أو دول هي سائرة في طريق يعني إنجاز هذا الانتقال. والمغرب لا يمكن أن يشد عن هذه القاعدة، ولذلك هنالك جهات تريد يعني أن نعود القهقرة، اسمح لي نعود إلى ما دون السلطوية. نعم. هنالك بالطبع جهات تكافح من أجل لم توضح حتى الآن من هي هذه الجهات. سألتك سيد عبد العزيز يعني باختصار لو سمحت، من هي تلك الجهات؟ جهات يعني معروفة وتتشابه يعني في الكثير من بين الكثير من التجارب. يعني هل تريد أن تسمي هذه الجهات أم أتحول إلى ضيفنا الآن من الرباط؟ نعم. هل تريد أن تسمي هذه الجهات حتى تكون واضحة أم أتحول إلى ضيفنا من الرباط؟ الجهات معروفة في المغرب يعني لا تريد أن تسمي هذه الجهات. اسمح لي أعود مجددا لسيد حميد المهداوي من الرباط. سيد حميد، إلى أي مدى تبدو هذه المبررات التي سيقت حول عدم قدرة الحكومة بتنفيذ هذه الوعود منطقية إليك؟ يا سيدتي، الدولة أو الحكومة هي يمكن أن نجسدها حتى في الشخص. أي شخص عندما يعجز عن القيام بأي شيء كي يحقق الاستقرار النفسي، كي يتصالح مع ذاته، طبعا يحاول أن يبحث عن مبررات للاستمرار ولتحقيق ذلك الاستقرار النفسي. الحكومة كذلك، ما يقوله السيد عبد العزيز أفتاتي هو مبعث للسخرية ومبعث للضحك وبات كذلك للتندر والتفكه. يا سيدتي، هؤلاء الناس في الحكومة ولهم الجهاز وتحتهم مخابرات وتحتهم الشرطة وعندهم النيابة العامة. يمكن أين هي هذه الجهات؟ هل توجد فوق في السماء، في البحر، في الهواء؟ هذا ضحك على الضقول، وهذا خطاب تضليلي، هذا خطاب يعكس حجم البؤس السياسي وحجم البؤس الحكومي. يعني عندما كان الشارع يغلي، سيدتي أرجوك دقيقة أرجوك، عندما خرج الشعب المغربي إلى الشوارع مطالبا بإسقاط الفساد والاستبداد، وصفوا الشباب بالغياطة والطبالة وسخروا منهم
وتواطؤوا ليلا مع هؤلاء الناس الذين يسمونهم الدولة العميقة. وعندما ذهب إلى إحدى القنوات الفضائية رئيس الحكومة، هل تذكرون ماذا قال للعالم؟ قال إن ملك البلاد محمد السادس قال له بالحرف: إذا اتصل بك مستشار من محيطي وأمرك أو طلب منك أمرا يخالف مقتضى الدستور لا تستمع إليه. إذا هذا الرجل يملك تفويضا من أعلى رجل، أعلى يعني سلطة في البلاد، هو الملك محمد السادس. لماذا كان يقول العالم؟ لماذا كانوا يقول أننا استثناء؟ وكانوا يقولون اليوم هم لا يملكون برنامج، هم لا يملكون الشديد من الرباط. سيد حميد المهداوي، اتضحت الصورة. الكاتب الصحفي كان معنا مباشرة من مدينة الرباط. شكرا جزيلا لك. أعود مجددا إليك سيد عبد العزيز، كما استمعت من ضيفنا من الرباط، إذا كان الملك أكد أنه بإمكانكم الاستعانة بالدستور لممارسة هذه الصلاحيات، لماذا دائما تجدون المبررات بأن ثمة ما هنالك دولة ثانية تعيقكم بتنفيذ ما وعدتم به بمحاربة الفساد؟ سيد عبد العزيز. الو. نعم، سؤالي اليك سيد نعم. عبد العزيز. تسمعني؟ نعم نسمعك. وجهت اليك سؤال: لماذا نعم. دائما ما يتم تعليق شماعة؟ لا يا سيدتي، لأن هذا هو الواقع. الأستاذ اليوسفي على جلال قدره، وهو شخصية وطنية يسارية كبيرة جدا، عانى من نفس الدولة العميقة، من نفس اليوسفي استقال وهو لم يستمر بالحكومة سيد عبد العزيز. الأستاذ مولاي عبد الله إبراهيم عانى من نفس الشيء، ولذلك يعني هذا مع الأسف أنه يعني هذا الشخص الذي كان يتحدث يبدو أنه غير جلده وأصبح يخدم أجندة الحزب المعلوم، دراع سياسي للدولة العميقة. وهذا بالمناسبة دافعت عنه يعني أكثر من مرة، واليوم يحكي الحكايات، وبالطبع لم يصدقه أحد. وما عليكم سيد عبد العزيز إلى تجارب أخرى يا شباب. يعني سيد عبد العزيز، اليوسفي استقال. أكرر عليك يا سيد عبد العزيز، ما هو سبب إخفاق الحكومة إذن؟ هل فقط هو السبب عدم القدرة على تنفيذ هذه الوعود التي قدمتها الحكومة بسبب وجود جهات أخرى تمنعكم؟ هل كان من الصعب تنفيذ هذه الوعود من قبل الحزب الحاكم؟ لا، ليس هنالك إخفاق، وليس هنالك حزب حاكم في المغرب. المغرب فيه حزب يقود حكومة. نعم. في إطار الشراكة، في إطار قناعاته الراسخة في الشراكة، وفي إطار التراكم، وفي إطار التدرج والعدالة والتنمية، يسهم في قيادة الحكومة وليس حزبا حاكما. واليوم يحاول أن ينجز ما لم ينجزه في المغرب بعد 60 سنة من الاستقلال، الذي هو الانتقال الديمقراطي. الذي يقول بأننا في وضعية عادية يكذب على المغاربة ويكذب عليكم. نحن في وضعية. اسمح لي أعود مجددا لسيد جمال طالب ضيفنا من لندن. سيد جمال، يعني إخفاق حكومة بن كيران على الواجهة الاقتصادية والاجتماعية وإخفاقها في تحقيق هذه الوعود بمحاربة الفساد، كيف سينعكس على فرص قيادتها لحكومة جديدة مع اقتراب موعد الانتخابات في 7 أكتوبر؟ ربما الحكم للشعب المغربي، للناخبين المغاربة، هم الذين إذا أعطوا الثقة للحكومة مرة أخرى، للحزب بالأحرى مرة أخرى، مع أنهم جزء كبير بلغة الديمقراطية يعترف بأنه على الأقل حققت ما كان يتمناه هؤلاء الناخبون. أم إذا لم يكونوا راضيين فسيعبرون في اعتقادي في الصندوق. أعتقد المغرب فعلا هناك خصوصيات في هذه المنطقة. هناك أعتقد التوليفة في المغرب، استطاع المغرب أن يصل إلى توليفة، إلى خلطة ديمقراطية صعبة نوعا ما. لا ننسى أننا في منطقة ما بعد الربيع العربي فعلا فيها تحديات، فيها هزات كبيرة. وأعتقد أنه بإعطاء فرصة للإسلاميين أنهم فازوا بالصندوق في مملكة لها تاريخ من الصدام السياسي وغيرها، وفي تيار سياسي محل تساؤلات وشكوك. أعتقد أنه من له القرار في النهاية
ليكون له الحكم النهائي على هذا الحزب. الشارح. اتضحت الصورة سيد جمال. لم يتبقى معي سوى دقيقة تقريبا. أعود إليك سيد عبد العزيز. يعني سيد عبد العزيز، حضرتك قدمت ملفات فساد إلى وزير العدل وهو رفيقك أيضا في الحزب، لماذا لم يحرك ساكنا هذا الملف؟ أي ملف؟ قدمت ملفات فساد. نعم، شوف يا سيدتي، العدالة والتنمية تحارب اليوم لأنها تؤمن بالتدرج، لأنها تؤمن بالشراكة، لأنها تؤمن بالتراكم، بمعنى لا تؤمن بالإقصاء ولا تؤمن بالطفرة ولا تؤمن بالأساليب الانقسامية، وإنما تؤمن بتوسيع جبهة الإصلاحيين. يعني هذا كلام جميل سيد عبد العزيز، كلام دبلوماسي جميل، ولكن سألتك فيما يتعلق بملفات الفساد لماذا لم تحرك ساكنا ووزارة العدل تحت أيديكم؟ لماذا لم يتم تحريك ساكن فيما يتعلق بملفات الفساد التي قدمتها لوزير العدل؟ لا، تحركت العديد من الملفات. أنت تتابعين بأن الأمور التي تحال على السيد وزير العدل من طرف المؤسسات بما في ذلك المؤسسة البرلمانية يتم فيها تحقيق، يعني يتم فيها إجراء المتعين. ولكن يا سيدتي، اليوم الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا خسر الانتخابات في العاصمة بفعل الفساد، بفعل تورطه في الفساد. ولذلك الامور مكافحه الفساد ليست ضربه لازم، يعني ضربه سهله. اشكرك جزيل الشكر. هذا يتطلب نفس ويتطلب كفاحيه كبيره ومن اعلى مستوى. سيد عبد العزيز، اتضحت الصوره، انتهى وقتنا. عذرا للمقاطعه سيد عبد العزيز. افتاتي النائب عن حزب العدالة والتنمية من الرباط كان معنا عبر الهاتف، شكرا لك. كما أشكر أيضا ضيفنا من لندن الخبير في الشأن المغاربي سيد جمال الطالب، والشكر موصول أيضا لضيفنا من الرباط الكاتب والصحفي سيد حميد المهداوي. شكرا لكم ضيوف الكرام. شكرا. بهذا نذهب إلى فاصل قصير ونعود لمتابعة ملفات حصة مغاربية. ابقوا معنا.